اللي حصل في الآونة الأخيرة أن بعض محطة سكوب قدمت برنامج بعد الإفطار اسمه صوتك وصل. لم يتم إجازة هذا العمل كما هو المفروض في المادة 14 إلى المادة 20 من هذا القانون، فبالتالي هي خالفت هذا القانون. بالإضافة أن هذا البرنامج يحمل في طياته مساس في كرامة الأشخاص، وبالتالي أحيلت هذه المحطة إلى النيابة العامة. 4 من النواب ضغطوا عليه. وزير الإعلام عنده تجربة سابقة في الاستجواب، خايف من الاستجواب. هو مصرح لنا احنا في سكوب، قايل ان الحكومة ما تفيدني، ما تنفعني لما انا اتوقف، الحكومة ما تنفعني، ويقطون الوزير يواجه مسؤولياته. وهاي سمة حكومية صارت الخوف. والله سمة من سمات الحكومة عندنا الخوف. يعني أنا دائما أصر على أن إحنا الحكومة مو ضعيفة، الحكومة خوافة. الكويت حلت هذا العام في المرتبة الأولى عربيا في مجال الحريات ووفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتنمية الإنسانية العربية. وطالما أن الاحتكام هنا للقضاء كفيصل في هذه النزاعات فلا خوف من تراجع هذه المكانة. نظر عن سالفة التشهير والقذف والسب وغيره، احنا عندنا مسموح لك تشهر، مسموح لك تقذف، مسموح لك تسب اي انسان في هذه البلد، مسموح، وما حد يحاكيك وما حد يقول اي شخص لهم حق انه يقولون عن اي شخص حرامي حتى قبل لا تثبت ادانته، لهم حق انه يتهمون بالفساد ايا من كان، يتهمونه في الرشوه، في الانحراف، في الانحطاط، جميع الألفاظ الواطية اللي ربي خلقها يستخدمونها ويتهمون فيها الآخرين، ولكن هم ممنوع. في حال أنا في الحلقة الثانية انتقدت رئيس الحكومة نقد قاسي، في الحلقة الثانية من صوتك وصل، صورته، يعني قلدناه شخصيا وانتقدناه وبقسوة. ما اشوف احد انتفض في الحكومه زعلان ان احنا انتقدنا رئيس الحكومه. الحلقه اللي وراها انتقدنا مجلس الامه، سميناه مدرسه المشاغبين، علت الاصوات وصرخت وهذا قذف وسب وغيره. يعني انا شاطر اخوي استاذ طارق الشناوي في ان مصر عندهم مساحه من الحريه، اتمنى احنا نوصل الى مساحه الحريه اللي عند مصر، لأن مصر أكيد عندهم حرية أكثر منا. يجوز هم لا زالوا ما ينتقدون رئيس الحكومة، شكرا. احنا عدينا في الحكومة، بس احنا عندنا مثل ما تفضلت ويبدو عجبتك